الله اكبر لله الحمد. يا هلا بالعريس، يا هلا بالعريس. تفضل سيدي، تريح اقعد سيدي. تفضل تريح. ان شاء الله الى تلاوة قرآنية من الشاب قصي قويدر فوفقه الله، فليتفضل. بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. محررنا سوف يسمعنا بعض الكلمات، لكن لا تؤاخذوه ان ترجرج قلبه عندما يرتقص ويشعر بهذه الوجوه الطيبة وهذا الاحتفال العظيم، يشعر برهبة. من مشايخ اول خطبة خطبناها عرفنا وشوبنا ولا لا يا مشايخ؟ وصلنا لها، بعدين صار اعتياد، فإن شاء الله ندعوه إلى كلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبعه بإحسان.
يقول أن الله عز وجل قد أنعم علينا بالإفراج، وقد تركت ورائي لي إخوة في السجون هم رجال، وهم من صفوة الرجال بل. وأيضا يوجد لي هنا إخوة كانوا معي في السجون من قبل، هم من بئر السبع والرمل واللد والناصري ومدن أخرى في فلسطين الداخل. أهلا وسهلا بكم جميعا، والله يجزيكم الخير على حضوركم الكريم. وهذا إن يشهد فأن شعبنا في لا ما زال فيه خير وخير كثير. فأنا متأكد والله أعلم أني قد غادرت هذه الأرض لمدة 20 عاما في السجن، والله أعلم أنه لا يوجد حضور مثل هذا الحضور في أي عرس كان. هذا إن دل فإنه يدل على أن ما في صدور الرجال يظهر حين وقته. فأهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله، ونسأل الله عز وجل أن نرد لكم هذا القدوم إلى هنا لمشاركة فرحتي في القريب العاجل. وبارك الله فيكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم. الله أكبر لله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. كان إخواننا لما نتأبد أو يحكم الإنسان حكم عالي قال يقولون شي تتركب ببتي صغار تخمج بالسجن. مش راح نخمج، طالما صارت بذرة الإيمان في القلوب سوف تنبت وتترعرع وتثمر وتعطي. على الله سبحانه وتعالى بجهدها وصبرها وثباتها لن تقم لها قائمة. فلنرجع إلى الله حين يا إخوانا الكرام رح تشوفوا النتائج الطيبة. نحن موعودين في هذه البلاد في الحفاظ على مقدساتنا من رب العزة، لكن احنا مقصرين. فإلى كلمة إن شاء الله شاحنة للإيمان من أخونا الشيخ كمال خطيب فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونهج نهجه إلى يوم الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معاصيك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، باسم الحضور كله، اسم أبناء شعبنا جميعا، باسم لجنة الحريات التي أتشرف بأن أرأسها لجنة للدفاع عن الأسرى والمحررين وأهالي الشهداء والمعتقلين من أبناء شعبنا. ما أكثرهم هؤلاء الذين هم مصدر فخرنا وشرفنا، هؤلاء الذين إذا كان الإنسان يزكي ماله فإن هؤلاء قد زكوا أعمارهم لما قضوا من هذه الأعمار سنين طوال خلف القضبان يدفعون ضريبة انتماء وضريبة هوية وضريبة وطن وضريبة شرف وضريبة دين. شعبنا الذي في السجن من أبنائه قريبا من 6500 كما تفضل أسيرنا
ومحررنا وبطلنا، نعم، الأخ بكر أبو عبيدة تركهم وراءه، خلف من بعده، ترك من بعده الآلاف المؤلفة. ليس هؤلاء ممن كانوا على هامش الحياة، ولا هؤلاء كانوا من اليائسين، ولا كانوا من العاطلين عن العمل، ولا كانوا من الذين ليس لهم في الحياة هدف ولا مشروع. لا، هم المثقفون والأكاديميون وأصحاب الشهادات والألقاب والدرجات العالية في العلوم، لكنهم حينما استدعاهم الواجب لأداء دور في خدمة الدين والوطن أدوا هذا الدور. صحيح أن أداء هذا الدور لا يرضي الظالم، لا يرضي المتغطرس، لا يرضي من يتمنى أن لو تنشق الأرض فتبتلعنا فيستيقظ ذات صباح فلا يرانا، لا يعجبه ذلك. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل قال في القرآن الكريم مبينا حينما تصبح الموازنة بين المبدأ وبين دفع الثمن، بين الشرف وبين دفع الثمن، بين المروءة وبين دفع الثمن، بين المبادئ وبين دفع الثمن، يختار الإنسان العاقل المبادئ، ويختار الشرف، ويختار المروءة، حتى لو كان الثمن السجن. ألم يقل ذلك يوسف عليه السلام؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم، في لحظات حينما يوازن الإنسان بين هذه وذيك يقول كما قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنا لا أقول هذا بأن السجن أمنية، لا والله، ولا أقول هذا بأن السجن شيء يذهب إليه الإنسان بقدمه، لا كذلك، ولا أقول أن السجن شيء يفعله الإنسان منا متعة، شمة هوى، لا أبدا. ولكن في لحظات من لحظات حياة الإنسان منا حينما تصبح الموازنة أمرا واقعا بين المبدأ وبين دفع الثمن، بين المروءة وبين دفع الثمن، بين المبدأ وبين دفع الثمن، يختار الإنسان منا هذا. يظن بعض الناس بأن الذي تسجن هي أرواحنا. لا، التي تسجن هي الأجساد، لكن الروح لا تقيد ولا تسجن، ولا تستطيع قضبان الدنيا أن تعجز هذه الروح من أن تظل محلقة. لكني أقول أيها الإخوة الكرام، إن هذا الزمن الذي نعيش هو زمن الثبات على المبادئ، هو زمن الثبات على المواقف التي فيها لا يساوم الإنسان. نحن الآن في عز ماذا؟ نحن الآن في أوج من يساوموننا على قبلتنا الأولى، على مصر نبينا صلى الله عليه وسلم، على من يريدون أن يقولوا أن لهم فيه حق هناك مزعوم، ونحن نقول لا، ونحن نقول ألف لا ومليون لا. لأننا نقول لا وألف لا ومليون لا، ماذا يكون منا؟ يكون منا أسرى، ويكون منا جرحى، ويكون منا شهداء. هل لأننا نريد ذلك؟ لا، ولكن لأننا نريد الثبات على مبدأ والثبات على موقف، لأننا لا نريد أن نساوم على قضية عقيدة اسمها المسجد الأقصى المبارك. عند ذلك يكون الثمن، فليكن الثمن، فليكن الثمن الذي لا يمكن أبدا بحال أن يساوم عليه. الدنيا كل الدنيا
ولو وقع ذلك كل الزعماء وكل القادة وكل السياسيين، ولو وقعوا على هذا الزيف كله، لا يمكن ابدا ان يصبح هذا الزيف حقيقة، سيظل زيفا. هل لانه الان العالم كله بيطنطن انه يا عم ايش متهاوشين على قطعة ارض عشوائية حجاب؟ ماله اللي خلف ابوك الك ولاخوك؟ هيك يعني اللي خلفه ابوي واخوي عن المسجد الاقصى يعني قابل للتقسيم، قابل لان يكون هيكل؟ لا والله، لا والله. ولو رضيت السيدة السعودية بذلك، ولو رضيت الامارات بذلك، ولو رضيت الاردن بذلك، ولو كل الدنيا رضيت بذلك، لا، نحن مش اخر من سيقبل. اعوذ بالله من ان ياتي اليوم الذي شعبنا فيه يساوم على وحدانية حقنا في المسجد الاقصى المبارك. انا لي ايها الاخوة اقول يجب ان نثبت على مواقفنا وعلى قناعتنا وعلى حقنا، لا نساوم عليه، لا نفرط فيه، لا يمكن ان تلين لنا فيه قناة ابدا. انا اختم بقصة في زمن الخليفة المعتصم العباسي، حدثت فتنة في الامة اسمها فتنة خلق القرآن. فتنة خلق القرآن. بعض الناس تأثروا بالفلسفة اليونانية يومها وغيره، وصار يقولوا ان القرآن كلام الله عز وجل ماله مخلوق، القرآن كلام الله مخلوق. وبعض العلماء هم اللي بدوا يروجوا لهذه المقولة، وزاد الخطر اكثر لما اقتنع الخليفة العباسي بهذه الفكرة ان القرآن كلام رب العالمين ماله مخلوق. بالنسبة لهم لو كل المشايخ وكل العلماء يقولوا رأي، ما دام واحد بعده مش قايل رأيه، اذا كل كلامهم بنحط على جنب. مين هذا اللي بعده مش قايل كلامه؟ الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه. كل المشايخ بكون وماله وهو بكون. يا امام احمد روح تقول بدك تمشي مع الجماعة ولا لا؟ تقول شيء ما بقول الخليفة ولا بزعل عليك ولا بغضب عليك؟ امام احمد هذا قال والله لا اقول الا ما يرضي الله. طيب شو اللي بيرضي الله؟ قال الذي يرضي الله ان اقول واعتقد بان القرآن كلام الله، والله جل جلاله ليس مخلوقا. الله هذا خلقه جل الله، والقرآن كلامه. اذا كلام الله عز وجل صفة من صفاته، هو ليس مخلوق الله. هيك انت بناته ازعجت الخليفة السنة. يا عم اللي بوكل من خبز السلطان لازم لوح بسيفه، لازم يقول مثل ما بيقول، لانه وطبعا هنا نقطة مهمة. الناس اتعودوا انه يا عمي امشي مع الماشيين، امشي مع الماشيين، اطلع مثل الناس. ليش تعمل السلم بالعرض؟ ليش انت تبع حالك تغلب حالك؟ هذا اللي بيسموه اليوم ايش يا جماعة؟ سموه الرأي العام. قال يعني امشي مع الرأي العام يا اخي، مع الاكثرية، مع كل الناس، مع مثلك مثل اهل بلدك. لا، الامام احمد قال ابدا لا، لانه قال لا سجن، سجنوه وظلموه واهانوه رحمه الله ورضي الله عنه، بل وساوموه. اذا بتقول شكل ما بيقول الخليفة والعلماء اللي حواليه نطلعك، واذا به يقول لا والله. فكان السجن، وفي السجن يا جماعة حكموا عليه 18,000 كرباج، 18,000 صوت عقوبة له لأنه لم يقل كما قال الخليفة. 18,000 كرباج، لم يغير ولم يبدل. فلما بدأ الجلاد بضربه
يقول الإمام أحمد فجأة وإذا بي أسمع من الزنزان الثاني الغرف الثاني أسمع صوت ضخم هيك خشن يقول لي يا إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مين هذا الصوت احنا بنقول وهر، صوت وهر. قال له أنا أبو هيثم العيار. أبو هيثم العيار يا جماعة يعني مش بلا تشبيه، لا ما تشبيه. يعني اليوم ما بقولوا فلان رئيس عصابة إجرام بالبلاد ورؤساء، هذا كان أكبر عصابة نشالين في بغداد يومها، أكبر عصابة حرمية في بغداد، واسمه سابقه يعني. بس قال أنا أبو هيثم العيار. عرف الإمام أحمد. قال له طيب يا أخويا أبو هيثم مالك؟ قال له أنا أبو هيثم العيار جلدت على الباطل لأني بسرق وحرامي، جلدت على الباطل 18,000 صوت فاحتملت. محسوبك حكموا علي 18,000 كرباج من قد ما أنا سارق ومتحرمي وعلى الباطل وصبرت. أفلا تصبر وأنت على الحق يا إمام؟ يا سلام، أنا على الباطل بقول له جلدوني وتحملت، أنت على الحق ما تتحملش، أنت على الحق يا إمام. يقول الإمام أحمد فنزلت كلماته بردا وسلاما عليه. فوالله يقول ما كان الصوت 18 بدوا يضربوا فيه 18 وصلوا 18 من 17,000 وإذا بالمنادي يقول عفي عن الإمام أحمد، عفي عن الإمام أحمد لأنه ثبت. يا إخوة اليوم الدنيا كلها تريد أن تقول لنا ماله يا عمي. مرة قالوا لنا خليكم تحت الأرض أو خليه تحت الأرض وانتم فوق الأرض، مرة بقولوا اعطوهم بس الزاوية الشرقية، مرة بس يعملوا معبد صغير، مرة لا مساومة، لا تفريط، لا تسمع، لا اختزال، لا مشاركة. نعم المسجد الأقصى المبارك اللي هو الآن أسيرنا الكبير، اللي هو الآن معتقلنا الكبير، اللي هو الآن محاصرنا الكبير، المسجد الأقصى المبارك لابد للأمة أن تدرك، وإحنا بالذات شعبنا، أن هناك أمانة ومسؤولية لابد من أن نؤدي الدور فيها. لذلك أنا أغتنم فرصة وجودنا هنا في فرحنا بإطلاق سراح أخينا أبي عبيدة. نعم لا أجمل منها مناسبة لأن نذكر بعضنا البعض يا إخوة. نعم نذكر بعضنا البعض إنه الأقصى مستنانا، ممنوع ننساه، ممنوع نغفل عنه، ممنوع ندير الظهر له، ممنوع نخليه وحيد، ممنوع نخليه أسير، ممنوع يبكي، ممنوع يزعل، ممنوع يحزن. المسجد الأقصى المبارك، الأقصى لا يحزن ولا يبكي لما يرانا حوله، لما يرانا على أبوابه. نعم يا أخي أنا أقول بعالي الصوت إيانا نرضي حالنا وإحنا نتفرج على الصور، وإحنا نتفرج على الفيديوهات، وإحنا نتفرج على الشاشات ونقول طلع شو بيساووا. كن هناك أنت، مش مطلوب منك ولا تعمل شيء سوى أن تكون وجودك هناك قوة، وجودك هناك دعم، وجودك هناك مؤازرة. المسجد الأقصى أمانة في أعناقنا فلا نفرط فيه ولا نتركه لهؤلاء الطواغيت الظلمة. أيها الإخوة لنظل على أمل وعلى يقين إن شاء الله، أمل ويقين بأننا إلى فرج الله أقرب. أنا لو بدي أسأل أخي أبو عبيدة 20 سنة لما دخل، أول 20 سنة بسمع أنه بصير يعدوهن مش بالسنة، باليوم بصير. كيف واحد عنده مفكرة كل ما يخلص يوم بيمزح الورقة ولا لا؟ بالآخر بتخلص المفكرة. المساجين بصيروا يعدوا، ومن 20 لما يصير 10 إنجاز كبير، لما يصير 5 إنجاز أكبر، لما يصير 4 3 2 سنة انقضى الشوط الكبير. طب ولما يصير يعد بآخر 12 شهر 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ولا لا؟ يصير يمتلئ عزم وإيمان وحيوية ونشاط وهمة، لأنه بات يدرك
الإخوة، والله أنا مطمئن إلى أننا قد قطعنا المشوار الأطول من ليل الظالمين، وإحنا في الفترة القريبة يعني كما قلت كيف بصير السكين يعد في آخر فترة له، نحن في آخر فترة الظلم والظلام، نحن على أبواب الفرج، نحن على أبواب النور، نحن على أبواب الحرية. شعبنا أمتنا أمة الخير لا يمكن أبدا أن تظل تحت أقدام العبيد، لا يمكن، لا يمكن أبدا. لكن هذا يتطلب مع الأمل عمل، مع الأمل عمل في أن نسعى جميعا في أن يؤدي كل منا دوره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لأخينا، أن يجعل هذه السنوات التي قضاها من عمره يجعلها في ميزان حسناته إن شاء الله، وحسنات زوجه وأبنائه وأهله ومن معه صبروا واحتملوا وآزروا وشدوا العزم والعزيمة. هؤلاء نعم السجين ليس قويا بذاته، قوي بمن يبث فيه روح الأمل والعزيمة. هؤلاء الفرسان المجهولون جنود الخفاء من حوله الذين هم سبب صبره واحتماله. أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الخير كله في الدنيا والآخرة، أن يعجل الله عز وجل بفرج أسرانا كلهم من أبناء شعبنا، وأن يعجل الله عز وجل فرج أسيرنا المسجد الأقصى المبارك. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحياه الله والسامعين أجمعين. مداخلة لما تحدث عن مواقف الرجال العلماء، علماء الله في عصر السلطان أحمد بن طولون، كان قاضي يحكم بالعدل، فأتته يوما قضية من إحدى نساء السلطان تشتكيه إلى المحكمة الشرعية. القاضي إلى السلطان المثول أمام المحكمة الشرعية للدفاع عن نفسه. فلما وصل الخطاب إلى السلطان زمجر وتوعد وتهدد، مخاطبا القاضي أن يمحو هذه القضية من سجلات القضاء. فرد عليه القاضي، هو موظف عند السلطان رئيس الدولة، قالوا عليك المثول للقضاء للدفاع عن نفسك. فلما شافوا رفضوا عنك ارسلوا خطاب آخر، إن لم تمحوا هذه القضية من سجلات القضاء سوف تعدم. فرد عليه القاضي، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فدعا السلطان يوم الزينة إلى حلبة لإعدام هذا القاضي. ليه؟ لأنه لم يطع السلطان. في الانتخابات بروح الرئيس أجى محله، مش لمصلحة شعبي وأمتي وديني ومبدئي وأهدافي وغاياتي ومقاصدي، لا، أنا كرسي تلزق فيه. فأخرج السجان أسدا من عرينه لافتراس القاضي. فلما اقترب الأسد من القاضي أخذ يشتم في ثيابه ويلف حوله. أسد مجاع 6 أيام، فريسته أمامه يشتم فيها ويتركه. فأمر السلطان السجان أن يصيط الأسد، ودخل الأسد إلى عرينه. فهنا هب الناس محبين، الله أكبر لا الحمد. من الذي منع الأسد؟ الله. جرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فندى السلطان قال له بالله عليك، عندما اقترب الأسد من افتراسك بماذا كنت تفكر؟ صدق. قال له بولدك؟ قال لا والله. بروحك؟ قال لا والله. بمالك؟ قال لا والله. قال له إذا كنت لم إلى دينه وعقيدته ومبدئه فهو عالم، وعليه أن يكون لبنة صالحة في مهد المسلمين.
مش قادر كيف شرح على المسلمين؟ ابعد، لا تضر ولا تفيد. مساجد ملأ بالمصلين، قلة بالعابدين. احنا موعدين بالنصر يا اخوانا في كتاب رب العالمين، لكن احنا المقصرين. نموذج اخينا الكريم، 20 عام كما ذكرت، 240 شهر. اللهم ابقنا في السجن ما علمت ان السجن خير لنا، واطلق سراحنا ما علمت ان الحرية خير لنا. العقيدة في القلوب يا اخوانا الكرام، مش سر اقوله. عوقنا التبادل 32 يوم. ليش؟ حتى ننظم شأننا الداخلي. لما كنا في انطلاقة للخروج اذن المؤذن، جمعونا في معسكر معين للخروج لاطلاق السراح، فاذن المؤذن، نزلنا من البساط للصلاة، سحبوا السلاح. وين نسحب السلاح؟ بعض اخواننا اللي فيش عندهم عقيدة قال لي يا عمي يا شيخ بعدين بنصلي. لاحقين 20 سنة 17 سنة 18 سنة بالسجن، بعدين بنصلوا. ابدا. قالوا انا مش شجعين جنين ولا الحرية امامهم، بدهم يصلوا بعدين يروحوا. نعم. فان شاء الله قدم الينا اخونا الشيخ رائد، ولا يفوتنا الا ان نسمع منه بعض النصائح، فصبوا نفسكم. حياكم الله واهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أننا نعيش فرحة هذا اللقاء، فرحة خروج أخينا أسير الحرية بكر أبو ربيع من ظلمات السجون إلى شمس الحرية، بعد أن عاش خلف القضبان 20 عاما. ولذلك ونحن إذ نستقبله بهذا الفرح الكبير نؤكد له أن الله تعالى هو القادر وحده أن يجزيه خير الجزاء على كل ما قدم وعلى كل ما ضحى، ليس لشخصه وليس لبيته، وإنما انتصارا لثوابتنا، انتصارا لحقنا في أرضنا وبيوتنا ومقدساتنا، انتصارا للقدس المباركة والمسجد الأقصى المبارك. فألف تحية لك يا أخانا بكر، وألف تحية لزوجك الحرة الصابرة، وألف تحية لذريتك الأحرار والحرائر الصابرين الذين ظلوا رافعي الرؤوس 20 عام وأنت خلف القضبان، ظلوا رافعي الرؤوس 20 عام وهم محرومون من عطف الأبوة في ليلهم ونهارهم، وفي صيفهم وشتائهم، وفي رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان. ومع ذلك ظلوا في هذا الشموخ، جزاهم الله ألف خير. أيها الإخوة الحضور، نحن نحتفل بخروج أخينا الأسير بكر
ولكن ليتني وليتكم تعلمون أننا كلنا أسرى. أنا أسير وأنتم أسرى، الرجال أسرى والنساء أسرى. ولنعلم أننا لن ننعم بطعم الحرية ما دام المسجد الأقصى مسيرا. لن ننعم بطعم الحرية ما دامت القدس أسيرة. لن ننعم بطعم الحرية إلا في اليوم الذي نحتفل فيه ونبشر فيه بزوال الاحتلال الإسرائيلي القريب عن القدس والمسجد الأقصى المبارك قريبا 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 بإذن الله رب العالمين. هذا هو الوضوح الذي يجب أن نتحلى به وأن نحيا عليه وأن نموت عليه، حتى لو فتحوا لنا أبواب 1000 سجن، أبواب 1000 سجن لن تخيفنا، الأبواب 1000 سجن لن تسكتنا، وسنبقى نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى. أيها الإخوة والأخوات، لماذا نحن كذلك؟ ليس بدافع الهوى في نفوسنا، ولا بدافع الشهوة، ولا بدافع المغامرة. لم نحب السجون في يوم من الأيام، لم نحرص على السجون في يوم من الأيام، ولكننا قلناها ما ترددنا، ولن نتردد اليوم كما لن نتردد في الماضي، ولن نتردد غدا. قلناها ولا زلنا نقولها. في اليوم الذي يعرض علينا فيه الظلم الإسرائيلي خيارين يكون فيهما إما أن تتنازلوا عن المسجد الأقصى أو أن تدخلوا السجون. نقولها بلا تردد: مرحبا بالسجون، مرحبا بالسجون لو فتحوا لنا 1000 باب من السجون، لأننا أيها الإخوة أمناء باسم الأمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني، أمناء على حق إسلامي عروبي فلسطيني اسمه القدس المباركة، اسمه المسجد الأقصى المبارك. ممنوع أن نقول تعبنا، حتى لو سجنا مرة، حتى لو سجنا مرتين، حتى لو سجنا 4 و5 مرات، لن يأتي يوم من الأيام نقول فيه تعبنا. لن يأتي يوم من الأيام نعتذر فيه لأننا دخلنا السجون. لن يأتي يوم من الأيام نتأسف فيه على دخول السجون، بل ستبقى القاعدة هي القاعدة، ستبقى القاعدة هي القاعدة. نحن مع قدسنا ونحن مع أقصانا، سنبقى نصرخ في وجه الاحتلال الإسرائيلي: الأقصى في خطر. سنبقى نصرخ في وجه الاحتلال الإسرائيلي: أنت أيها الاحتلال باطل، أنت أيها الاحتلال مرفوض، أنت أيها الاحتلال بلا سيادي، أنت أيها الاحتلال بلا شرعية. اظلم كما تشاء، ابطش كما تشاء، اجرح كما تشاء، اقتل كما تشاء، اسجن كما تشاء. أنت إلى زوال قريب، أنت إلى زوال قريب، أنت إلى زوال
موقفنا بإذن الله حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، في مثل هذه اللحظات أختم حديثي بكلمات لا بد منها. من هون من قلب هذا الاحتفال أقول ألف تحية، ألف تحية إكبار، ألف تحية افتخار، ألف تحية للمرابطين والمرابطات من أهلنا المقدسيين ومن يساندهم من أهلنا من الداخل الفلسطيني ومن يساندهم من كل شعبنا ومن كل أمتنا ومن كل عالمنا العربي. ألف تحية إلى المرابطين والمرابطات عند باب الأسباط وعند باب المجلس وفي شارع وادي الجوز وفي القدس القديمة وفي سلوان وفي العيسوية وفي كل حارات القدس. نقول لهم لكم الله أيها المقدسيون، لكن الله أيتها المقدسيات، لا زلتم صابرين. جرحتم وأنتم صابرون، سجنتم وأنتم صابرون، قتل منكم وأنتم صابرون، حاصرتم وأنتم صابرون، تخلى عنكم الحكام وأنتم صابرون، قال فيكم ما قال بعض علماء السلاطين مفترين وأنتم صابرون. لكم الله أيها المرابطون، لكن الله أيتها المرابطات. أبشروا بنصر قريب، أبشروا بنصر قريب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. أليس الصبح بقريب؟ بلى والله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. الاستفادة من اليوم وإحنا بدنا نرجع إلى النبع الصافي إلى كتاب الله، بدنا الجبهة الداخلية الدقة، الأصوات المرتزقة اللي بتطلع لقلة الدين. هذا الواقع. كيف نتقرب إلى الله؟ أنصح نفسي وإياك كل يوم ابدأ من الليل اقرأ آية واحدة من سورة الحجرات وطبقها. مش راح تطبقها في يوم ويومين وثلاثة، الآية الواحدة إذا طبقتها بشهر بارك الله فيك، بعدين ادخل الآية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مين عبادي؟ عباد الله هم كما قالت الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يصلون فقط. بالصلاة هدية توفيق الحفل مضوية وعصف البداوية بالهوى شمالة يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي يلا نغير ونمني عالسمعوية يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي خلينا نعلى ونسمع كل الغنية يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي ونقدم للعريس التحية القلبية يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي طلعنا منها الأفراح وعدت بالهدية يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي هالويل يا طير الحسون وسلم على غصن الزيتون صارت لنا أحلى ميمون وإقاموا بالله يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي دار العروس إلى المهيون جاي حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي يا
المصريين صبحوا عايشين يا صلاة النبي ويا صلاة النبي عايشين نغني الليل الوردية يا صلاة النبي ويا صلاة صدقنا صباح يا حافظ بيت صباح صباح والهدية يا صلاة النبي ويا صلاة النبي نعمل سويين يا صلاة النبي ويا صلاة النبي لابد عمري اشهد حبيبي يا صلاة النبي ويا صلاة النبي انا بصفي قلبي وانت بتصفي النية يا صلاة النبي ويا صلاة النبي والساعة خير وعيد ونفرق البقية يا صلاة النبي ويا صلاة النبي صلوا على النبي صلوا والليلة حبايب وصلوا والعريس عليه بهلوه اللي يبانوا في بالي يا حلال ويا مالي شوف العريس يجيهم واللي العزوين يجيهم والفنطان يذوقهم نبي حلو وموالي يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي جنان انا يا فاتح اسمي بحرية يا صلاة النبي ويا صلاة النبي جنان شجاعته بالهوانعية يا صلاة النبي ويا صلاة النبي الله يحميه بوديس المحروس السنية يا صلاة طلع شباب يا عريس اللهم يزورني فرحانينا يا وين شباب العب ابو عبيده وين الشباب مرفوع فوق العين العين شباب يا محلى هذه الساعة في حضر من الجماعة استنى ساعة بساعة اشوف يكفيك ومالي يا حلال ويا غالي يا مسلم من نصبرك وسني يا صلاة